يا ترى بعد المنظر اللي انت شايفه ده لسه مش عاجبك بيتك؟ لسه بتبص للي في ايد غيرك؟ لسه بتحقد وتحسد وتغل؟ لسه بتقول نفسي ونفسي ونفسي؟ لسه مش عاجبك الاكل اللي بتاكله كل يوم وبتعترض عليه ويو بقى زهقنا؟ ولا عرفت قيمة وقدر النعمة اللي معاك؟ حسيت بقيمة اللقمة الفاضية؟ وانا متأكدة ان مفيش حد فينا من اللي بيسمعني يبقى بياكل لقمة فاضية ولا بينام جعان. استشعرت بقى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا وما فيها. وكمان ان مصيبتك مش في دينك فاحمد ربك وامتن وعد النعم، مش بس اللي معاك، النعم اللي فيك واللي حواليك. وفر طاقتك وألم قلبك وروحك وعقلك في انك تنشغل بالاصل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشانه. وانت مش عندك قوت يومك بس، انت عندك قوت يومك وقوت اسبوعك وقوت شهرك كمان. الحمد لله بتنام شبعان. زلزال سوريا وتركيا ما هو الا استعتاب ربنا جل جلاله لينا، واصطفاء للشهداء، وابتلاء للأحياء، ورسالة ليك زي ما قلت كل واحد هيستقبلها بما يتناسب معاه. في اللي هيفهم الرسالة وفي اللي مش هيفهمها. نسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يبصرنا ويعلمنا، وانه يفهمنا جل جلاله بيسر وعافية، وانه يهدي عصاة الانس والجن، وانه يربط على قلوب اخواننا مش بس في سوريا وتركيا، في كل مشارق الارض ومغاربها، وانه يتقبل شهدائهم يا رب ويشفي مرضى. عد النعم اللي حواليك، امتن لكل ذرة نعمة، تستناش لما تتاخد منك عشان تحس بيها.